هل يعني الامتناع معناه انك قمت بدورك، ولا قد يكون نوع من الهروب، ولا انا ما اقدرش اعمل غير كده؟ انا عاوز اقول حاجه بس مداخله مع الاستاذ ايمن. انا في يوم حوالي قبل موقعة الجمل، انا طبعا يوم موقعة الجمل انا طلعت قطاع الاخبار وبصوت عالي جدا وقلت يا عبد اللطيف يا مناوي انت لازم تتحاسب، انت والراجل اللي فوق ده لازم تحاسبه محاسبه جامده جدا، لان انتوا اساتوا لنا واساتوا للاعلام المصري وضللتوا الشعب، فانت لازم تتحاسب وبكل قوه. ناس كتير من زمايلي انضموا ليا، طلعت على نائب رئيس القطاع الاستاذ ابراهيم الصياد اللي هو موجود دلوقتي، قلت له يا استاذ ابراهيم الوضع كذا كذا كذا. حقيقه الراجل قال لي يا خالد انا ما اقدرش اعمل حاجه، لان هو ما بيدخلنيش في اي حاجه، قافل عليا الميه والهواء. سيادتك ده انت نائب رئيس القطاع، قال لي هو قافل عليا، هو تعامله كله مع الرئاسه. فبرضه احنا عاوزين نقول ادي نائب رئيس القطاع مقفول عليه، لما يكون نائب رئيس القطاع ما يقدرش يعمل حاجه ومقفول عليه وما بيعملش اي حاجه، ده هذا النظام هو الاوحد. تاني حاجه، لو انت لاحظت في الهوا كان ناس معينين بالفعل مذيعين معينين كانوا لقائهم مع جوه عبد اللطيف، هو كان في حوار ناس معينه ومعدين معينين ونظام معين، كانوا هم بيقودوا العمليه زي هم معوزين مع رئاسه ومع النظام. حتى المذيع لما كان بيتكلم، انا لما اجي اتكلم حتى يخلي المشاهد يحس ان انت بتتكلم غصب عنك، لا ده كانوا بيتكلموا بطريقه انت تحس. احنا مش بنتكلم في الماضي او بنتكلم في حاجه الناس ما شافتهاش، كل اللي بنقوله ده الناس شافته وحافظاه عن ظهر قلب. ازاي نقدر ننفي هذه الصوره وننهيها؟ ازاي يرجع الاعلام المصري؟ انا واحد من الناس قبل التلفزيون المصري ما كانش في حاجه اسمها تلفزيون في الدول العربيه كامله، حدش يجرؤ يقول ان انا عملت تلفزيون قبل ما انتوا تعملوا تلفزيون. وبالتالي ازاي نرجع نبقى كده تاني؟ طبعا وعلى كل الاحترام لكل الدول العربيه، عدونا تخطونا، بقى في قنوات اخباريه اكتر من رائعه وبتنافس القنوات العالميه كمان. ازاي نقدر نرجع بالتلفزيون المصري لهذا المكان مره ثانيه؟ احنا مش بنتكلم فقط عن الدول العربيه، احنا بنتكلم داخل مصر عن القطاع الخاص. بالفعل لو شفنا القنوات الخاصه هنلاقي فيها تقدم مذهل. بالفعل برغم فارق الخبرات، فارق الامكانيات، فارق التاريخ والرياده والكلام ده كله. بيقود القنوات هم ابناء التلفزيون، احنا يعني هم ابناء التلفزيون، ولكن لان المناخ اتغير، بيئه العمل اتغيرت، مساحات من الحريه، اداره رشيده وجيده، توفر المناخ والبيئه الصالحه للعمل والابداع داخل هذه القنوات. يعني احنا دايما نقول قنوات عربيه لا، القنوات المصريه بايادي وخبرات ابناء التلفزيون، ابناء ماسبيرو، اثبتت جدارتها. ولكن لابد من توفر عده عوامل، وهذا هو سؤال الساعه داخل مبنى ماسبيرو. كيف ننطلق بالاعلام المصري ونعيده على الطريق الصحيح؟ النظام السابق صور لنا ان تطوير الاعلام مزيد من ضخ الاموال، وبالفعل السنوات السابقه سمعنا عن 700 مليون و600 مليون، شفنا ايه؟ ما شفناش حاجه. طب انا عايز اقول حاجه يا استاذ ايمن، بالنسبه اللي عندنا استوديو 5 استوديو 5 اللي هو استوديو قناه النيل الاحمر. سيادتك لو جيت تعمل قناه خاصه هتكلفها كام؟ 10 مليون يا جدع؟ ده بكتير. 12 مليون وهتعملها في منتهى الجمال. اما استوديو في النظام القديم، استوديو خاص، استوديو قناه النيل الاخبار، استوديو 5 كان معمول من سنه واتعمل تاني، عمله عبد اللطيف المناوي، كلف 178 مليون جنيه. استوديو يكلف 178 مليون جنيه. اولا انا دلوقتي انا بتكلم ازاي استوديو زي ده يكلف هذا المبلغ وفين الجهات الرقابيه؟ الجهات الرقابيه كانت فين؟ وبهذا الطريقه لو احنا عملنا قناه اخباريه جديده او في اي قناه من القنوات اللي هي بتتعمل، لو كلفت بما فيها الكوادر بما فيها الاجهزه بما كذا، مش هتكلف 10 مليون. اصرف 180 مليون بس طلع حاجه قد ال 180 مليون على الاقل. استوديو واحد يتعمل ب 178 مليون. استوديو واحد عندنا بيكلف كذا. فين المصداقيه؟ فين الحاجات دي؟ ايه المشكله كانت فيه؟ يعني هو كان بيطور في الامكانيات، بيطور في الاجهزه، لكن ما بيطورش في العمل البشري. المشكله كانت فين؟ بص سيادتك الاستوديو كان مجهز قبل ما يتنقل لقناه النيل، قبل ما يتنقل قطاع الاخبار كان مجهزينه وكانوا عاملينه في منتهى الجمال. لما جه عبد اللطيف عاوز يعمل قناه، قال انا عاوز اعمل قناه بقى تواكب القنوات الجزيره والقنوات الثانيه ديت. فقال لك طبعا احنا عاوزين نكلفه. انا ما اعرفش اكلفه ازاي ومش عارف ايه.
هل هو هيطلع لوحده؟ هل في حياه هتبقى مختلفه؟ هل ايه الفكر؟ ايه الرؤيه؟ مش عارف. انا لحد دلوقتي انا بتساءل، لو حد عنده سؤال يكلمنا يقول لنا ايه هو الرؤيه، وازاي يكلف 178 مليون، وازاي لحد دلوقتي الناس دي ما بتحسبش. صحيح انا لحد دلوقتي مستعجب. تاني حاجه يعني اما نيجي نقول ان التلفزيون المصري ما فيهوش كوادر، اقول لك لا ما ينفعش. واما اجي اقول اللي احنا نجيب ناس من الخارج، اقول لك لا ما ينفعش. احنا عندنا ناس متميزه، ناس كوادر متميزه. هو بس مين بقى اللي يحكم على الكوادر المتميزه دي، ومين اللي ينفض الغبار يعني من عليهم؟ لان احنا التلفزيون مليء بالكفاءات، بس مين اللي يلمعهم، ومين اللي يستغل امكانياتهم، ومين اللي يقدر يفلترهم ما بين الواسطه والمحسوبيه؟ لانه طبعا المبنى مليء بهؤلاء الاشخاص اللي اتوا بهذه الطريقه. خلينا نتكلم بصراحه. 45,000 موظف او 50,000 موظف في مبنى الاذاعه والتلفزيون، هذا رقم ضخم جدا جدا انه يتحمل مسؤوليه. عاوز اقول لحضرتك انه لما بنقول كده الناس ما بتصدقناش، بتحسب ان احنا بنقول حاجه خياليه، لانه تخيل مبنى فيه 50,000 واحد بيطلع منه يعني هذا الاعلام الفقير، الناس مش مصدقه. هي المشكله ان احنا عارفين زي اي الاعلام، مبنى الاذاعه والتلفزيون هو جهه ومؤسسه تتبع الحكومه، تتبع الدوله، فهي زي اي مؤسسه دخلها ناس كتير بطرق احنا كلنا عارفينها. ولكن الاشكاليه دلوقتي والازمه كيف نعيد لابناء مسبيرو الثقه، كيف نعيد للجمهور المصداقيه في التلفزيون، كيف نعيد تدريب العدد المهول من العمال. رقم واحد اختيار القيادات. لذلك ثوار مسبيرو او احرار مسبيرو او شرفاء مسبيرو رفعوا. عايزين بس ندي التحيه لزمايلنا في البهو. اكيد طبعا عاوزين نديلهم تحيه. صحيح هم يستاهلوا التحيه، لان الناس دي برضه عندها فكر كويس جدا، ولولا هو ما كانش عاوزين بقى ننظم نفسنا ونستغل الفكر ده. كل واحد يملك امكانات يوظفها ازاي ويعمل ايه عشان مسبيرو، زي ما فكرنا نعمل ثوره عشان البلد، فكرنا في البلد، ما نفكر في المبنى. نستغل الناس اللي عاملين دي ازاي. هقول لحضرتك حاجه، لابد من قياده وقيادات رشيده داخل المبنى. احنا قلنا النظام السابق لانه القياده كانت بتتصرف او واخده مصر على طريق مختلف خالص عن اللي عايزه الشعب. لابد القيادات الجديده في مسبيرو، والحقيقه احنا اثرنا موضوع القيادات والمناصب الشاغره بقى لها سنوات مع اللي هو طارق المهدي لما اجتمعنا معاه وقلنا له انه في عشرات بل مئات من الوظائف القياديه شاغره في مسبيرو منذ سنوات، فلا بد من اعاده شغلها. ما هو السؤال رؤساء القنوات عشان يبقوا رؤساء قنوات لازم يبقوا مذيعين؟ عشان انا انفع ابقى مذيع، انفع ابقى رئيس قناه؟ لا ولا ايه مواصفات اختيار القائد بقى؟ دي بقى اللي احنا عاوزين نتكلم فيها. دي اللي عاوز اتكلم فيها يا استاذ ايمن. يمكن انا اتكلمت انا وانت وكنا قاعدين بره دلوقتي. ما ينفعش يعني انا بقول الواجب تتقسم. العمل الاداري ما ينفعش يكون مذيع، حاجه من الاثنين، لا اما اكون اشتغل عمل اداري لا اما اطلع الهوا. انا اخو قياده يبقى اشتغل عمل اداري، ادي عمل اعلامي. اطلع على الهوا يبقى انت خدت ميزه اللي انت طلعت على الهوا، دي شغلتك. تطلع على الهوا ما اخدش الاثنين. ما ينفعش ادي رئيس اداره مركزيه اديله يدير عمل اعلامي يدير الشغل، ومن ناحيه ثانيه اديله انه يطلع على الهوا. ما ينفعش. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ما تاخدني مثال. يعني انا عشان ابقى رئيس قناه ما اطلعش على الهوا؟ طب ما مش عايز، مش هبقى ثانيه واحده مش هبقى عايز ابقى رئيس قناه، وبالتالي قد تفقد حد له رؤيه وله قدره وله امكانات في انه يدير قناه. ما انا عاوز اقول لسيادتك حاجه، ما هو ما ينفعش انت سيادتك تكون طالع على الهوا وتاخد قياده في وانا اقعد يبقى انا اديتك اثنين. انا بديك مثل عندنا كقطاع اخبار. انا دي وجهه نظري في الموضوع. واحنا متفقين كلنا على كده على فكره، وقلنا الرؤيه بتاعتنا ان القياده اللي هو سواء اللي هيطلع على الهوا دي ميزته، راجل محترم ونحترمه جدا ونقدره، بس ما ينفعش ان يمسك حاجتين. اولا مش هيبقى عنده وقت، ويبقى خد كذا ميزه. اي انا فين وزميل لك فين تاني؟ ما انا ممكن اطلع على الهوا برضه، بس لا انت ممكن تقعد يا خالد، لا انا اخترت فعلا ان اكون قياده وحقك. يبقى احنا فصلنا بين ان انت تطلع على الهوا وبين تدير عمل اعلامي. انا عايز بس اتكلم اضيف في النقطه دي حاجه مهمه جدا، انه لابد ان يعود الاعلام المصري بكل فئاته، الالكتروني والمكتوب والمرئي والمسموع، ان يعود الى قواعد حاكمه تحكمه كله. لا فرق بين هذا وذاك الا في النوعيه. بنحط ميثاق شرف، بنفعل
أسس العمل الإعلامي، أخلاقيات العمل الإعلامي بجميع أقسامه وبجميع أنواعه. أما فيما يتعلق بمسبيرو، هناك من التنظيمات داخل مسبيرو لو فعلناها سيكون هذا المبنى شيء رائع. يعني مثلا لو مسكنا مجلس الأمناء ونشوف تشكيله الأخير، ونرجع للقانون بتاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونشوف مجلس الأمناء بيتشكل ازاي؟ بيتشكل من جميع شرائح المجتمع. يجب ان يكون المجتمع المصري ممثل في مجلس الامناء، الطفوله، المراه، الشباب، الامن، كل فئات المجتمع. هل ده تم؟ نيجي كمان للتنظيمات الادنى من مجلس الامناء، لان مجلس الامناء هو الاطار الكبير اللي بيضع الخطط والاستراتيجيات. وقبل ده يبقى مجلس امناء له دور. عندنا مجالس امناء موجود دور، لم يكن لهم دور ولم يكونوا مؤثرين ولم يكن لهم اي